السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله كده جايب لكم بقى إيه، كل سنة وانتم طيبين بقى كده. رمضان جه بقى بخيره بقى والبركة بقى. عملت بقى النهاردة بقى إيه الحلويات بقى عشان أول يوم رمضان. أول يوم رمضان بيبقى في العزومة بقى عندي وكده، فبعمل لهم حاجات حلوة بقى. عملت لهم زي ما انتم شايفين كده كنافة كده المدورة دي المنقرشة جميلة، وكنافة ملفوفة صوابع. طبعا نلف ونلف ونعمله ونرجعوا للصوابع دي بتاع الزمان تاني. وهنا بقى الجلاش الجميل بقى اللور ده التحفة وسهل وطريقة جميلة يا جماعة. كل سنة وانتم طيبين يا رب، ويعود علينا وعليكم الأيام بخير يا رب، وهلت بقى بركة رمضان وخير رمضان. هنا بقى زي ما انتم شايفين المنظر جميل كده. أول حاجة هنقوله بسم الله. هنجيب بقى كده ايه، هنعمل كيلو سكر عشان ايه الشربات اللي يفضل معانا او السيرم هينفعنا بقى في اي حاجه. عايزه نعمل كنافه قطايف في اي وقت بلاقي ايه السيرم عندي او الشربات. هنا بقى هنحط بقى ايه 4 كوبايات ميه، يعني كيلو السكر عليه ايه 4 كوبايات ميه، وعليه الفانيليا طبعا. وحطيت هنحط الليمون. عايزه عندك ليمون فريش تقطعيه حلقات حطيه. عايزه تحطي بقى ايه لو عندك ليمون مصفيه وشايلاه في الفريزر بقى لرمضان. انا عندي بقى الليمون شايلاه في الفريزر رمضان كده، مصفيه حلو معصره مصفيه حلو. حطيت كده معلقه صغيره والباكون فانيليا كده حلوين معانا كده. وشمي بقى ريحه الشربات تحفه بقى. هنا بقى هنسيبه بقى ايه، هنسيبه يغلي كده لغايه ما ايه، ما يبقى السمك بتاعه زي عسل النحل كده. يعني سمكه حلو كده، ولا خفيف ولا تخين، يبقى كده ايه زي عسل النحل. اهو هنا بقى هنا بقى قرب اهو خلاص اهوت. حبه كده بقى وهسيبه كده وايه شويه كمان وهطفي عليه. ماشي ماشي الكلام. نجيت كده تمام. هنا بقى هنعمله ان شاء الله كده ايه، نبتدوا بقى باذن الله. انا قلت بقى اجيب لكم بقى منظر كده وانا قاعده بقى كده شايفين، واقول لكم كل سنه وانتم طيبين بقى حبايب ماما ليلى. هنا بقى قعدت بقى كده زي ما انتم شايفين، وقلت بقى اعمل وانا قاعده كده. ايه رايكم بقى؟ اكتبوا لي في الكومنتات كده حلو كده الطريقه، ولا لازم ابقى واقفه في المطبخ بقى؟ انا قلت اعمل وانا قاعده كده. اهو زي ما انتم شايفين هنا بقى معانا نص كيلو جلاش. طبعا الجلاش ما بيكون طازج وانت عارفه مكان موثوق منه بيبقى جميل، بيساعدك في اللف جميل. انا هنا بقى هعمل الورقه بالجلاش كده زي ما انت شايفه على 2. شايفين المنظر؟ انا دي لقيتها مقطوعه برضه هسويها، يعني ما فيش حاجه ايه مش هنعملوها. هنا بقى معايا الخلطه دي عامله بقى ايه، جايبه الزيتوني بقى محمص كده وطحناه في المطحنه كده، وحتى جوز الهند وحتى زبيب، وحتى حبه سكر عليهم والفانيليا بقى، ومدلعه احلى دلع بقى. هنا الزبده معانا كده مسيحاها، لازم تبقى مسيحاها خالص كده. والفرشه كده هندهن بقى الايه الجلاش بتاعنا. طبعا الجلاش ده جميل بقى في رمضان وغير رمضان، يعني انا بعمله في اي وقت بصراحة. بس طبعا بقى ما بيكون في عندي عزومة بقى في اي وقت واول يوم رمضان ده بعمل لهم بقى الحاجات الجميلة الحلوة دي اللي هي ايه، بتبقى بهجة كده وفرحة. زي ما انتوا شايفين كده طريقة سهلة خالص. شايفين الورقة على 2، ورقة الجلاش على 2. وتعملي بس يا دوبك تدهنيها الزبدة بتاعتك او السمنة، وتحطي فيها الخلطة بتاعتنا دي وتلفيها لور كده. سهلة خالص يا جماعة، ولا تلفي بقى صبع صبع ولا تتعبي نفسك. انا بحاول ايه ابسط لك الامور بحيث ايه تبقى الامور سهلة بالنسبة لك وما بصعبهاش يعني. طريقة سهلة خالص وبسيطة وهتعمليها مش هتاخد منك وقت خالص. هنا شايفين بدهن بقى الزبدة كده الحلو، تدهنيها حلو كده عشان تطلع بقى ايه طعمها جميل كده، وشاربة زبدة جميلة كده او سمنة بلدي او سمنة عادية اللي موجودة عندك. انا بعمل بقى كده الولاد بقى بيعلقوا الزينة في الشارع بقى، وتحسي بقى بالبهجة والفرحة كده. يا رب يفرح كل من كان يا رب، ويسعدكم ويسعدنا يا رب، ويجعل رمضان كده دخلته جميلة علينا وخير علينا. بصوا شايفين انا خلصت بقى الصينية عشان ما اطولش عليكم. هنا بقى بدهنها من فوق الوش كمان الزبدة بتاعتنا كده زي ما انتم شايفين، بدهنها حلو بالفرشة عشان تتحمر بقى معانا وتبقى شاربة زبدة كده وجميلة. يعني انا مش بكتر جامد الزبدة بس بديلها حقها. الحاجات دي الحلويات دي شايفين المنظر؟ دي كلها كده ايه، ده كله نص جلاش يا جماعة. شايفين فيه بركة ازاي؟ رمضان بقى بيجي بالخير والبركة كده، وتلاقي الحاجة فيها بركة. يعني لو عملتي نص كيلو جلاش ما شاء الله تاكلي منه، ولو عندك ضيوف ياكلوا منه ويشبعوا، وتيجي تشيلي تلاقي علبة قفلتي شلتي علبة مليانة. وسبحان الله الحاجة بتبقى فيها بركة وخير في رمضان. ربنا يجعله كده يجي بالخير والبهجة علينا والسرور يا رب.
واللي محققش امنيته ربنا يحققها له، وربنا يحقق لنا امنياتنا كلها يا رب. هنا بقى شايفين انا مش هطول عليكم، انا يا دوبك ايه بعمل حاجه يعني كذا واحده كده وخلاص على كده. الطريقه دي جربيها كده، سهله خالص. هنا الصينيه دي بقى الاصغر شويه، فلقيتها صغيره مش هعمل، لا هعمل واللي تطلع من الجناب ديت عادي هنقطعها وهتبقى صوابع برضو عادي، هنتصرفوا برضو يعني، مفيش حاجه هتوقفنا يعني. هنا بقى بتقطعيها الاول قبل ما تدخليها الفرن. ليه بقى يا ماما ليلى؟ عشان ايه؟ اما تطلعيه من الفرن وتزقيها بقى بالشربات بتاعها، تشرب الشربات كده وتبقى جاهزه متقطعه جاهزه. شايفين؟ ما وهي كده طريه وسهله كده بسرعه بتتقطع. هنا بقى جبت نص الكنافه برضو، ما انا جايبه كنافه وجايبه قطايف وجايبه جلاش، كل حاجة نص يا جماعة، جايبة كل حاجة نص، وبصراحة فيها بركة وجميلة. هنا بقى بصي بتجيبي كده ايه الكنافة وتلفيها كده على صوابعك وتعمليها دايرة كده، وحرف الكنافة تدخليها فيها من النص كده يعني شايفين بقى؟ هتشوفوا الطريقة، شايفين على الصوابع بسرعة ازاي؟ سهلة خالص. الطريقة دي جميلة ويعني مش متعبة، وبتطلع الكنافة يا جماعة جميلة. ولسه كمان في تكاية كده بعملها هتشوفوها دلوقتي. الحمد لله. صلوا على الرسول يا جماعة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طول ما انت قاعدة كده بتعملي حاجة، اذكري الله كده وتقولي بسم الله وتصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. طول ما انت قاعدة اذكري الله كده. هنا شايفين اخلص بقى هتبقى صينية، هعمل صينية بقى ديت كده زي ما انتم شايفين، دواير كده ودوائر سهلة خالص. هنا بقى كانت الإضاءة بقى تقريبا الإضاءة جامدة، فمش مبينة الكنافة قوي. شايفين؟ أنا شايفاها كده بقى طالعة ايه البيضة قوي، يعني طالع الإضاءة باينة قوي، الفلاش بتاع الكاميرا أو بتاع الستاند. المهم هنا شايفين طريقة سهلة وبسيطة وتخلصي بسرعة. يعني أنا كده إيه الموضوع سهل خالص. الجلاش لورا على طول، بدل ما تحطي بقى تعملي واحدة واحدة وتلفي صبع صبع، لا كنا بنقطعه الأول ورقة الجلاش على 4 ونعمل صبع صبع. دلوقتي بصوا شايفين الورقة بحالها لفتها على 2 وعملتها وجميلة. والكنافة برضو شايفين بتجيبي بقى، هو طبعا ما كمان الراجل ما بتاع الكنافة ما هو رشيشها بيرشها كده، بتبقى يعني كده حتة طويلة كده، انت بتاخديها وتشوفي بقى كده تقسميها على 2 كده بالطول وتفضلي تعملي. بصي يا جماعة ما خدتش وقت ازاي، في اسهل من كده ولا اروع من كده. هنا بقى هنحشي بقى الايه، مع كل معلقة كده صغيرة بحطها في قلب الدايرة دي من جوه، لان الدايرة من جوه فاضية فبحطها فيها، بس هي مش واضحة قوي في التصوير. بس دلوقتي هتبان بقى اما اجيبها بعد كده هتشوفوها بقى تبقى جميلة يا جماعة. الطريقة دي سهلة وبسيطة بقى عن الصينية. يعني احنا بنعمله ساعات صينية كده بالقشطة، كنافة بالقشطة، كنافة بالمانجا. بصوا ليها طرق ياما، ليها طرق ياما. جلاش محشي بالكنافة، يعني في طرق ياما. بس الطريقة دي جربيها كده سهلة، وبالذات لو جايلك ضيوف ولا حاجة مش هتتعبك خالص، يعني في ثواني هتعملي الايه الحاجة. شايفين باينة؟ خلصت الصينية اهو. هنا خلصت الصينية دي، هعمل بقى صينية صوابع. الصوابع فاكرين يا جماعة بتاعت زمان اللي هي كانت والدتي الله يرحمها بتعملها وجدتنا واحنا كنا يعني، وزمان كنا يعني الحاجات دي بتاعت زمان كلها بنلف ونلف ونرجعوا لها تاني. يعني شوفوا الصوابع دي من زمان قوي ما كانوش بيعملوا الا الصوابع دي، يعني يا اما صينية عادية كده يا اما الصوابع. شايفين الصوابع دي بقى جميلة قوي، بتفردي كده الكنافة وتحشيها من جوه وتفضلي تلفيها كده لغاية ما تبقى صوبع، وتتكي عليها بايدك كده عشان تبقى ايه مكبوسة في بعضيها. عشان ايه؟ بصوا شايفين بتتك عليها ازاي؟ اما تتك عليها كده ما تفكش منك، انما لو حطيتيها كده من غير ما تتك عليها جامد هتتفك منك تاني. الطريقة دي جميلة وما تزقيها بقى بالشربات بقى تتحمص حلو كده وتزقيها بالشربات، طعمها يا جماعة تحفة وتبقى ويعني ليها بقى ايه مزاج خاص كده. جربوا بقى الطريقة بتاعتي النهاردة ديت ان شاء الله، وقولوا لي ايه رأيكم بقى في الكومنتات. واللي وصل معايا لغاية كده ما تبخلوش عليا يا حبايبي باللايك، وكل سنة وانتم طيبين يا رب،
وربنا يسعدكم جميعا ويفرحكم ويسعدكم دايما. هنا بقى يعني ايه هجيب كده واحدتين برضو عشان ايه ما اطولش عليكم الفيديو زي ما انتم شايفين كده. انا قلت بقى ايه اجرب بقى يعني اعمل وانا قاعده كده، بدل ما اقف في المطبخ يعني اغير بقى شويه. كل ما بعمل اي حاجه ببقى في المطبخ، قلت لا اجيب لكم كده مره كده ومره كده وايه وتغيير بقى. هنا شايفين بوريلكم كام واحده. هنا بقى ايه طبعا الجلاش كنت حطيته في الفرن استوى، رحت بقى المطبخ كده زي ما انتم شايفين وطلعته بقى من الفرن اتحمص بقى. بص التحميصه اهم حاجه في النجاح بتاعه، توطي الفرن على الاخر. لو عليتي الفرن هيتحرق منك او يشعوط منك وهيبقى من جوه طري، قلبه طري. انما كل لما توطي عليه يتحمص ويبقى مقرمش وجميل. يعني هو النجاح بتاعه في السوا يا جماعه. وطي عليه الفرن خالص. للبنات طبعا بقول للبنات اللي داخلين المطبخ بقى والعرايس الجداد بقى وكده، توطوا النار على الاخر في الفرن هيتحمص ويديكي النتيجه الجميله دي. هنا زقته بقى زي ما انتم شايفين الشربات لغايه ما تحسي ايه ان هو خلاص كده مش عايز تاني. يعني انا بزقيه لغايه ما احسه بيعمل يشرب السيرم او الشربات. بعد كده بقى خلاص يبقى كده خلاص تمام. شايفين المنظر بتاعه بقى ومتقطع جاهز وجميل فل. هنا خلصنا بقى الجلاش زي ما انتم شايفينه كده. الكنافه بصوا هنا بقى، هنا باينه في مودة المطبخ باينه ازاي دايره كده زي ما انتم شايفينها، وحشيتها من جوه. حطيت كل واحده فيها معلقه كده صغيره الخلطه اللي انا عاملاها. وكده برضو بتلزقيها الزبده او السمنه بتاعتك، عشان طبعا الكنافه بتحب السمنه والجلاش برضو بيحب السمنه. بس انا بحاول يعني مكترش جامد برضو يعني بتحب السمنه وكل حاجه. شايفيني بعمل ايه يعني يا دوبك على قد كده حلوه يعني، تبقى ليها طعم كده وتتحمص وتبقى جميله. هنا شايفين منظرها بقى من قريب، بقرب لكم بقى عشان ما كانتش باينه ايه اما كنت قاعده هناك في الاوضه ما كانتش باينه. هنا بقى استوت بقى واتحمرت. شايفين الجمال بتاعها. هنحط بقى الشربات عليها برضو هزقيها لغايه ما تشرب معايا، يعني ولا كتير ولا قليل. يعني لو بيحب الحاجه مسكره طبعا هيزود، لو بتحب الحاجه مسكره زودي. انا كده زقيتها عطيت لها كفايتها حلوه قوي، لا ياما ولا شويه، يعني لا تبقى مسخه ولا تبقى مليانه شربات خالص. هنا عشان تبقى سخنه لازم الشربات يبقى بارد والحاجه تبقى سخنه. شايفين انا مطلعاها من الفرن والشربات طبعا عملته اول حاجه عشان يبرد. يعني التكايه دي مهمه جدا عشان ما تبقاش طريه، ما تبقاش طريه معاكي. هنا بقص الصوابع برضو حمصتها تحميصه حلوه كده وطيت عليها النار قوي وحمصتها. وبرضو زي ما قلت لكم كده سخنه خالص طلعها في الفرن، والشربات ايه برد خالص بقى ساقع. هنا بقى بزقيها برضو هديلها كفايتها برضو زي ما بقول لكم كده، ما لا تكتروا قوي ولا تقللوا المظبوط. اهو بصوا بشوف كده فيها عسل تاني ولا عايزه تاني، لو شربته بحط لها حبه تاني. هنا لغايه كده تمام. هنا بقى كنت رصيت بقى زي شايفين الطبق الجميل ده من نص كيلو كنافه بس يا جماعه هتعملوا احلى طبق كده، ومن نص كيلو جلاش. شايفين تحفه يا جماعه ومقرمش بقى ومحمص وجميل. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ كل سنة وانتم طيبين يا رب، وربنا يجعله قدم السعادة علينا والفرج ويكرمنا جميعا يا رب. هنا شايفين المنظر بوريهولكم من قريب كده عشان تشوفوا الجمال بقى. ومحمصة بقى والريحة بقى ما اقولكمش، الريحة كانت قلب المطبخ. كده انا عاملاه قبل ايه، قبل رمضان بيوم، يوم السحور. الفيديو بقى ما يوصلكم ومش عارفه هيوصلكم امتى لسه، بس ايه انا عاملاه يوم السحور عشان بقى ايه اول يوم رمضان ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين، وما تنسوش اللايك يا جماعه وقولوا لي ايه رايكم في الجمال ده.